بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أخواتي دائما في قناتكم قناة مطبخ أم منار. بالنسبة للوصفة نتاع اليوم جبت لكم وصفة نتاع مملحة محشية بالخضار بقليل من الدجاج، ممكن نتوما تنوعوا فيه، يعني يجي بشكل لي سوفلي، نقدروا نقولوا عليه سوفلي السنيوه، يجينا بطريقه هايله وما تشدناش الوقت. بلا ما نطول عليكم كما راكم تشوفوا معايا، عندي اول مكون رايح نحطو اللي هو كاس نتاع الحليب دافي، اي كاس نتوما تعبروا به. عندي هنايا ملعقه كبيره نتاع خميره فوريه اللي هي خميره الخبز، وعندي نصف ملعقه نتاع السكر. اذا نخلط هذه المكونات ونخلي الخميره شويه تساعد، ومن بعد نضيف بقيه المكونات الاخرى. نضيف عليها دروك عندي بياض بيضه، عندي فنجان صغير نتاع قهوه زيت، وعندي نصف علبه خميره الحلويات. نضيف يعني نواصل هنا الخلط، ومن بعد نواصل نجي هنايا دروك نبدا نضيف في الفرينه. عندي هنايا هذا الكاس الاول، ونضيف عليهم الكاس الثاني، وفي هذه المرحله راني رايحه نضيف الملح اللي هو نصف ملعقه تكون ممسوحه. هنا الملح دائما يرجع للرغبه نتاعكم، يعني حسب الاذواق. وهنا عندي نصف ملعقه نتاع ماكارين تكون طريه كيما هكا. اذا درك ندخلهم في العجينه ونخلط دروك بيدي هكا باه نتحصل على عجينه يعني تكون عندي شويه طريه. الفرينه درك نبدا نضيف غير بشويه باه ما تنشفليش العجينه مليح. يعني هذا السوفلي ولا المملح اللي راني رايحه نديرها يعني تخرج لنا كيما البريوش وتكون مقطنه، يعني ما شاء الله. جربوها ما كنتش رايحين تندموا. شوفوا العجينه هنايا راهي عندي هنا طريه بزاف. درك نزيد انايا الكاس الثالث هذا نضيفوه غير بشويه، نضيف نصف كاس فقط. طبعا دائما نفوت في الصفايه هكا يعني باه تخرج لي العجينه خفيفه. ونخلط هذه المكونات. شوفوا هنايا انا ضفت غير هذاك النصف كاس، مانيش رايحه نزيد. العجينه راهي تلمت معايا مليح. اذا وبقى لي كيما راكم تشوفوا نصف الكاس الاخر، يعني راني درت 2 كيسان ونص تاع الفرينه. نحطها على طاوله العمل ونحاول ندلكها غير شويه، واحد 2 دقائق 3 دقائق، ومن بعد نخليها تخمر ونجو للحشو نتاعنا كيف رانا رايحين نحضروه. كيما راكم تشوفوا معايا، شوفوا العجينه هنايا كيف راهي عندي، يعني ما شاء الله عجينه نتاع بريوش هايله. نرجعها في الاناء نتاعها، نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. اذا الخطوه التاليه اللي هي كيما هضرنا اللي هو الحشو. بالنسبه للحشو كيما راكم تشوفوا معايا، عندي خضار هنايا، عندي 2 حبات نتاع الزروديه اللي هي الجزر، اني ما ربيتهم بهذه الطريقه. عندي حبه بصل كبيره مقطعتها قطع صغيره. عندي هنا 2 حبات نتاع كورجات اللي هي كيف تسموها الكوسه او الكورجات. عندي 2 حبات هنايا، وعندي لهنايا ربع صدر نتاع الدجاج راني مربيته ثاني هنايا. هذو دروك هذه المكونات راني رايحه نضيف لهم بطبيعه الحال 4 مغارف نتاع الزيت. راني رايحه نقليهم، يعني نقليهم على دفعه واحده، مانيش رايحه نقلي كل وحده وحدها. نضيف عليهم كميه نتاع الحرور اللي هو الفلفل الكحل. اذا ونديرهم حتى يذبلوا مليح مع بعض، نجو نكملوا الوصفه نتاعنا. اذا ان شاء الله تعجبكم الطريقه، وما عليكم غير تتبعوا الفيديو للتالي وتشوفوا كيف راح تخرج لنا هذا السفلي ولا هذه المملحه، يعني تخرج لنا قطنيه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا هذا هو الحشو اللي طيبناه مع بعض. ولا هنايا عندي زيتون شرائح راني زدت قطعته قطع صغيره باه نخلطوا معاهم. عندي هنايا الحشو ايضا راح نستخدم فرماج رابي. وعندي هنا راني ايضا حضرت صلصه طماطم غير بالطماطيش نتاع الحب، شويه قليله نتاع المصبره، شويه حرور، شويه نتاع الملح، ودرت فيها هذه المكونات قليتها في الزيت. اذا راني راح نحطها هي الاولى في الحشو.
نسيت ما قلت لكم سابقا، الملح نسيت انا، من بعد راني ضفته في الحشو هذا. اذا دروك كان العجينه نتاعي راهي خامره معايا، دروك نجو نشكلوها مع بعض. هذه هي العجينه نتاعي بعد ما خمرت. شوفوا هنايا كيف خمرت ما شاء الله، يعني العجينه خرجت لنا ولا اروع، اللي هي عجينه نتاع البريوش تخرج لنا هايله. نحطها على طاوله العمل. هذه هي، درك نقسمها الى قطع. اذا هنايا عندي القطعه الاولى، يعني عينك هي ميزانك، ولا بغيتي توزني يعني بنفس الطريقه. اذا هذو هما عندي 4، ودرك تشوفوني كيف رايحه نشكلهم. اذا نحط على طاوله العمل، نديرها شويه نتاع الفرينه من الفوق ثاني هكا باه ما تلصقليش كي نبدا نحل فيها، ونحلها بالطول تكون عندي طويله. اذا كيما راكم تشوفوا معايا بهذه الطريقه، نجي دروك ندير لها مغرف نتاع صلصه الطماطم. نحاول ما نوصلش للطرف باه من بعد كي نغلق عليها ما تخرجليش هذيك الطوماطيش تاعي. بهذه الطريقه انا نخدم معكم غير الاولى ونكمل الاخرين لوحدي، من بعد تشوفوني خدمتهم كامل مع بعض. نزيد عليهم شويه نتاع الفرماج بهذه الطريقه، ونزيد عليهم الحشو. يعني كميه الحشو اللي راهي عندي راح نقسمها على 4، بما اني راني شكلت 4 كريات هكا باه يجينا يعني السفلي نتاعنا هذا ولا المملحه تجينا معمره مليح. ونزيد لها ثاني شويه نتاع الفرماج من الفوق. كما نعرفوا المملحات دائما يبغوا معنا هذا الفرماج باه يخرجوا لنا يعني المذاق نتاعهم يخرج شباب. ونجي هنايا دروك نغلق عليهم بهذه الطريقه ونزير مليح باه ما يتفتحوش معايا. ممكن ندير شويه نتاع الماء في يدي يعني ونزيرها هكا باه نتاكد يعني باللي هادو ماهمش رايحين يتفتحوا معايا من بعد. وكي راني رايحه نحطها في السنيوه طبعا راني رايحه نقلبها ما نحطهاش هكا، يعني هذه الجهه هي اللي تجي من تحت. دروك تشوفوا معايا هذه عندي هنايا. راني حضرت انايا هذه السنيوه، راني حطيت فيها ورق الطهي، دهنتها غير بشويه نتاع الزيت على خاطر انا ورق الطهي هذا راني مستعملته من قبل، على ذيك راني درت له شويه نتاع الزيت هكا باه ما تلصقليش. دروك نرفدها ونحطها هنايا كيما راكم تشوفوا معايا. هذه عندي الاولى، دروك نكمل بنفس الطريقه هذو 3 اللي بقاو لي. هذو هما دروك انا كي شكلتهم وحطيتهم في السنيوه كامل مع بعض. هنا راني جبت صفار البيض زدت عليه مغرف نتاع الحليب ونحاول ندهن كامل هذا المملح نتاعي. ومن بعد دروك نوري لكم التزيين. دروك التزيين من بعد اختياري بالزيت ولا الكحل، بالساندويتش حبه طيبه ولا الجلجلان كيما بغيتو ديروا لها من الفوق. يعني كيما راكم تشوفوا معايا انا زينتها بالزيتون بهذه الطريقه. اذا دروك انا راح نديرها طيب. انا الفرن راه مسخون عندي ربع ساعه وانا شعلته، نطيبهم على 200 درجه ومن بعد كي يطيبوا نجو نشوفوهم مع بعض. وكيما راكم تشوفوا معايا شوفوا هنايا بعد ما طابت معايا يعني خرجت لنا ما شاء الله صافي، لا في الطياب ولا يعني في الشكل خفيفه يعني ما شاء الله. اذا دروك انايا نقطعها ونوريها لكم كيف خرجت معنا. اذا في البدايه نقطع لكم غير جزء برك ومن بعد راح نكملها اذا ونوريها لكم في طبق التقديم. هاي مازالت سخونه. شوفوا هنايا يعني خرجت ما شاء الله ولا اروع، خفيفه وشوفوا حتى من تحت كيف طابت لنا هايله. اذا درك نكمل نقطعها ونشوفوها في طبق التقديم مع بعض.
وكما راكم تشوفوا معايا هذه هي نقدروا نقولوا عليه السوفلي نتاع السنيوه، يعني خدمناها على ضربه واحده. اذا خرج لنا ما شاء الله كما راكم تشوفوا. اذا هذا هو، شوفوا هنايا يعني والحشو قمه في البنه، يعني جربوه ماكمش رايحين تندموا. طابنا حتى من تحت، شوفوا كيف طابلنا، راه مازال سخون. نقسم لكم شويه مع باه تشوفوا كيف راه يعني الخفه نتاعو. شوفوا هنايا كيف خرج لنا ما شاء الله. اذا هذه هي الوصفه نتاعنا نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم يعني خواتاتي ان شاء الله ما تنساونيش بالجيم. يعني الفيديوهات الاخرى راني درت انايا، يعني الفيديو اللي من قبل اللي هو نتاع الجواز خرشوف، يعني قمه في البنه. صدقوني راكم رطيتو كي ما شفتوش هذاك الفيديو. الا عجبتكم هذه الوصفه عاودوا شوفوا الفيديو السابق وحتى الفيديوهات الاخرين، وراكم رايحين تستفادوا منهم اكيد 100%. اذا ما نطولش عليكم، في الاخير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.